يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده بقى هي اكله خفيفه وصحيه وتنفع لكل الناس اللي عامله دايت، الناس اللي عندها السكر، الناس اللي بتاكل عادي. هي اكله ما فيهاش اي دهون خالص. هي صينيه الفراخ المشويه بالبطاطس. بجد اكله جميله جدا وخفيفه جدا وصحيه جدا. واجمل حاجه فيها انها بيبقى طعمها جميل جدا، مش محتاجه تاكلي معاها عيش او رز، ممكن تاكليها كده تبقى خفيفه جدا مع طبق سلطه. واعظم حاجه فيها واجمل حاجه فيها بقى انها سريعه جدا. لو انت يوم مستعجله ما عندكيش اي اكل ما بتاخدش منك اي حاجه. مجرد ما بتتبلي فراخك وتدخليها الفرن وكده خلاص الاكله خلصت. يلا بينا عشان نشوف الطريقه بالتفصيل. اول حاجه بجيب الفرخه بتاعتي وانضفها كويس جدا واشيل منها الجلد خالص، وابدا بقى بالسكينه اعمل فيها شويه شقوق كده عشان تخش تتبيله جواها. هحط في الكبه بتاعتي طماطمايه متقطعه، قرن فلفل، وبصلايه كبيره متقطعه، وابدا اضربهم كويس جدا. ببدا بقى اعصر ليمونه كامله. مفيش فايدة فيا، بعشقه يا جماعة. هعمل ايه؟ برضو بحط معلقتين كبار صويا صوص. هفضل اقولها لكم في كل فيديو، بحب احطه مع اللحوم ومع الفراخ، بيدي طعم رهيب. هجيب هنا بقى معلقة مستردة كبيرة. ما ينفعش اي حاجة مشوية من غير ما احط مستردة فيها، بتدي تيست رائع. هنا هحط معلقتين ملح صغيرين، وزي بقول كل مرة ناخد بالنا في صويا صوص. الصويا صوص بتبقى مملحة، ما نكترش الملح معانا. بتهيألي انتوا حفظتوا كل البهارات اللي بستخدمها على طول. هنحط معلقة بصل بودر صغيرة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، ونضربهم كويس جدا. نجيب بقى الصينية ونقطع 4 بطاطس كبار ترانشات، وهننزل عليهم بنص التتبيلة بتاعتنا، ونقلبهم كويس في بعضهم عشان التتبيلة تخش في كل حتة بطاطس. هنبدأ هنا بقى بننزل بالفراخ بتاعتنا. هنحط بقى بقية التتبيلة بتاعتنا اللي باقية، ونحاول ندخلها ما بين الشقوق اللي احنا عملناها في الفرخ. في نفس الكبة اللي عملنا فيها التتبيلة هنحط نص كوباية مية، ونقلبهم كده بحيث تاخد كل التتبيلة اللي باقية في الكبة، وننزل بيها بقى على صينية الفراخ كلها كده زي ما انتم شايفين. كده الصينيه بتاعتنا جاهزه. زي ما شفتوا انا ما ضفتش اي ماده دهنيه على الصينيه، فعشان كده بقول لكم انها خفيفه جدا وصحيه جدا جدا جدا. لو حد بقى مش فارق معاه دايت ولا اكل صحي، عادي عايز يزود معلقه سمنه على الوش مفيش مشكله. هنا بقى هبدا اغطيها بالفويل وادخلها فرن حامي جدا في الرف اللي في النص. بتاخد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. لما نلاقيها استوت خالص بنشيل الفويل منها ونفتح الشوايه عشان تاخد لون من فوق. هنا خلاص كانت خلصت واستوت واخدت لون حلو جدا. زي ما انتم شايفين انا حاطه جنبها عيش، انتوا ممكن تعملوا جنبها رز ابيض او رز بالشعريه، بتبقى جميله برضو. انا عندي هنا بيفضلوها بالعيش جدا. انا عن نفسي لا ده ولا ده، بحب اكلها كده من غير اي حاجه، هي طعمها حلو قوي قوي من غير اي حاجه. وبتمنى ان انتوا تجربوها، انا واثقه جدا انها هتعجبكم. وبكده تكون وصفتنا للنهارده خلصت، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.